Восемь лет назад, да, сборная абсолютно разная. И сборная России абсолютно другая. Одного игрока, возможно, не осталось. Мало футболистов попалось у нас, и изменилась сборная Египта. Я думаю, что сборная Египта стала со временем сильнее. بالنسبه للفريق الروسي، هو الفريق يعني بشكل كامل اتغير من 2018 في دور المجموعات. بالنسبه للفريق المصري هو اصبح يعني ممكن نقول ان الفريق برضه يعني بشكل او اتغير بشكل كامل، بس اصبح يعني اقوى من 2018. طب توقعوا لمصر مصر هتعبر دور مجموعات في كاس العالم؟ Здесь понятие, честно говоря, я не знаю, такое вдруг у Египта. هو مش عارف مين الفرق اللي مع مصر في المجموعه، فلا هو مش عارف، مش عارف مصر هتصعد ولا لا. مش عايز